السلام عليكم ورحمة الله. معلش انقطع الفيديو، مكملكم الفيديو. كنا عند هجمة الجولاني، شاب أكابر وممتاز. خلينا نشوف هجومه. الصراحة هو شاب عم يتعلم عن الجوي جديد، أو هو بيعرف. لا عفوا، الجولاني معلم بالجوي. هو اللي هو ابن عمه، أنا خربطت. اللي هو عم يتعلم عن الجوي جديد. الله يعطيك العافية على الهجمة الحلوة. طبعا في نقطة أتمنى تنتبهوا فيها بالهجوم الجوي، إنه الملكة تراقبوا تحركات الملكة. إنه لما بتهجموا جوي تخلوها توقف على شي دفاع من الخصم. عشان المنطاد لما يجي، انتوا بتزتوا اللافة أول شي، فالملكة لازم تلحق اللافة. فأنتوا لما بتحطوا اللافة حطوها من جهة إنه تخلوا الملكة تقرب على دفاع للخصم، مشان لما يدخل المنطاد يدمر الدفاع، بموت الملكة. لما بيتفجر، لما بيزت المفجرات، فبموت الملكة إذا كانت واقفة فوق الدفاع. فانتبهوا على هالنقطة. نتابع هجوم كمان أبو شفيق. ما شاء الله أبدع بهالحرب 6 نجوم. نشوفها بس بشكل سريع مشان ما نطول عليكم بالفيديو. طلع الدعام كمان، هاجم جوي. الصراحة يعني هذا التصميم بيتختم بكل سهولة جوي، لأني عنده رامي السهام أرضي والصواريخ ليفل ضعيف. فالله يعطيك العافية أبو شفيق على الهجمة الحلوة. بنسرع شوي كمان بشكل سريع. الله يعطيك العافية أبو شفيق، ما قصرت. نشوف هلا هجمة رقم 19 تقريبا راح نخلص استعراض الهجمات. هجمة كمان عبد الله أرضي. طبعا الجنود هذه ليفل 8، فينا يكون تعملوها ليفل 8، بس الزيادة عنده اللي هي الملكة. طبعا الملكة ما استخدمها للدعم. الملكة صراحة هي نص الهجوم. الله يعطيك العافية يا عبد الله، ما قصرت. هجمة حلوة. هي آخر دفاعات. من هون الملك عم ينظف. الحجري عم يضرب المدفع الأرضي. كيف ختم القرية؟ بدنا نراقب. أيوه، إن شاء الله ما تموت الملكة ولا تموت. كيف؟ أها، حظك كويس يا عبد الله. الله يعطيك العافية، الحجري أنقذك. كفو يا عبدو. نستعرض كمان هجمة عبود بشكل سريع. هاجم تنانين عبود. شوف شو عمل. أول مليون. حلو عبود، حلو حلو. الله يعطيك العافية، هجوم حلو صراحة. تنانين ما قصرت يا عبود، تسلم ايدك. تعتبر الهجمة هيك خلصت. الله يعطيك العافية. اتمنى انه انتو تشوفوا الجنود يلي كنا عم نستخدمهم، وتجربوا مثلا اللافة، تجربوا التنين. نشوف هجمة السيد اللي هو ماهر، كمان شاب جديد وبضاي وقرايبنا. بيكون ابن اختي. يعطيك العافية، ما قصرت. هاجم تنانين. صراحة هو مغرم بشي اسمه تنين، يعني أنا خايف إنه هو يصير تنين في النهاية. يعني طلع لتاون ليفل 9، وإسا باقي على التنين، عم يستخدم تنين. بس صراحة هو معلم بالتنين، يعني يمكن أكثر شخص شفته أنا بالتنانين معلم، اللي هو ماهر السيد.
هي هجمة الزعيم اللي هو حسابي الثاني، بنشوفها هيك بشكل سريع. طبعا انا التاون ليفل 8 وتاوني ليفل 8 وجنودي ليفل 8. بس شوفوا الجيش عندكم 5 فالكري و13 هوك، وبالدعم اخذ فالكري بس و12 ساحر و3 منيوم. شوفوا هلا انا طلعت الدعم، يعني اذا بدكم تختموا تاون ليفل 8 ماكس مقابل تاون ليفل 8 ماكس، فعندكم هالجنود هدول اقوى من تنين، اقوى شي بليفل 8. بس بدكم تركزوا على طريقة الهجوم. طبعا اخذ 2 دم ومهدم سور. شوفوا هلا انا ضربة واحدة من الفالكري ماتت الملكة، ما مشكل، ضحيت ب2 فالكري، نزلت الحجري، نظفت السحرة من هون، بعدين نزلت الفالكري الدعم، اعطيتهم الدم بالنص، نزلت الهوك من تاني جهة. طبعا قسمت الارض انا نصفين، نصف فالكري ونصف هوك، ماشي. باقي وحدة معي دم، ما استعجلت بالدم، حطيتها محل ما توقعت انا المتفجرات، توقعت انه هون المتفجرات وفعلا طلعوا المتفجرات بمكانهم، فحطيت الدم للهوك مشان ما يموت من المتفجرات. هيك تعتبر الهجمة خالصة، والله يعطيكم العافية. بتمنى انه تاخدوا طريقة الهجوم وتطبقوها عندكم على بيوت ليفل 8، ان شاء الله راح تفرق معكم الحروب كلها. هلا بنشوف هجمة الحر. الله يعطيك العافية على تاون ليفل 8. طبعا هو طالع تاون ليفل 9 جديد، وعنده التنانين هن اقوى شي. صراحة هو بيعتمد على الهجوم الجوي حاليا قبل ما يطور عنده جنود الباقي. كمان معلم بالتنانين. هاي ختم، باقي دفاع واحد. الله يعطيك العافية يا ابو الروق. والحرب مرقب الملقب راكان. الله يعطيك العافية والختام. يعطيك العافية يا ابو الروق، ما قصرت. وهيك الحمد لله، يعني يعتبر انه انهينا الحرب. والله يعطيكم العافية. بتمنى انه تستفيدوا من طريقة الهجوم اللي عم نهجم فيها، والجنود وترتيب الجنود وكيف بننزلهم، كيف تهجموا مرة تانية. يعطيكم العافية، ان شاء الله نلتقي بفيديوهات جديدة، وما تنسونا باللايكات والاعجابات والاشتراك بالقناة. اهلا وسهلا فيكم، هشام من كلام بنات شباب سوري.